عم دي سجارة واحدة مش هتعمل حاجة، جملة بنسمعها كتير ويمكن تكون خرجت من حد من أصحابك في يوم من الأيام، وهي كمان نفس الجملة اللي قالها تقريبا كل شاب بدأ طريق الإدمان. بس تفتكر اللي وقع في الإدمان كان ناوي؟ وهل كان فاكر إن حياته هتتقلب؟ ولا هو كمان بدأ بنفس السيجارة اللي شكلها بريء وسحبته بعدها خطوات منهاش آخر؟ المشكلة إن البداية دايما هادية وبسيطة، إنما اللي بعدها قليل اللي بيعرف يوقف وأقل اللي بيعرف يخرج من غير ما يتأذى. ساعتها بس هتسأل نفسك، هل كانت تستاهل المغامرة من الأول؟ الموضوع بيبدأ عادي جدا، قاعدة مع أصحابك حد يقول لك جرب دي هتروق دماغ، وانت تقول ماشي مرة ومش هتتكرر. بس الحقيقة ان أول سيجارة مش بتعدي كده وخلاص، هي مش مجرد دخان، دي بوابة لكسر الحاجز بينك وبين الحرام، بوابة انك تتعود تعتمد على حاجة من بره علشان تهرب من اللي جواك، علشان تنسى أو تروق أو تهرب من ضغط أو حتى تجرب. والأخطر ان الجسم والعقل بيتعود، وكل ما بتدخل خطوة اللي بعدها بتكون أسهل. محدش بيبدأ بالحشيش ولا الترامادول، بس سهل جدا توصل ليهم لما أول سيجارة تبقى عادي. ومع كل عادي ومش فارقة بيكون في شاب بيخسر حاجة كبيرة. علشان كده خليني أحكي لك شوية من الحكايات اللي انتهت قبل ما تبدأ. أحمد شاب كان من الأوائل في الثانوي، عنده طموح يدخل هندسة، بس في سنة أولى جامعة بدأ يفرغ ضغط المذاكرة بسيارة مع أصحابه، وبعدها دخل على حاجة أقوى وأقوى. النهاردة أحمد اتطرد من الكلية وسمعته بقت في المنطقة الواد بتاع المخدرات. وسامي كان بيشتغل في ورشة وبيساعد أهله، شاف إن الحشيش هيساعده يعيش مود غير اللي هو فيه. مفيش كام شهر واتمسك وهو بيبيع لحساب التاجر الكبير، والنتيجة سجن فضيحة وحياة وقفة. وقصص زي دي كتير بتبدأ بنفس الكلمة مش هتفرق، بس الحقيقة هي فرقت وفرقت جامد. قصص كتير ضاعت قبل ما تبدأ، لكن الكارثة الأكبر إنك ممكن تكون ماشي في نفس الطريق ومش واخد بالك. وهنا يجي السؤال الحقيقي، هو إيه الثمن الغالي اللي بتدفعه؟ لأن اللي بيبدأ بسجارة أو مخدرات ما بيخسرش يوم بس، هو بيدفع ثمن كبير بس ما بيشوفوش غير بعد ما يفوت الأوان. صحتك، جسمك بيتاكل واحدة واحدة، رئتك بتضعف، مناعتك بتقل، ودماغك نفسها بتفقد توازنها. سمعتك الناس مش هتنسى حتى لو بطلت، اللي جرب مرة بيتقال عليه 1000 مرة. شغلك وتعليمك، التركيز بيطير، دماغك بتتشتت، ومستقبلك كله بيتشوه. علاقتك بربنا، المعصية بتفتح أبواب تانية وكل باب بيدخلك في ظلمة أكتر. الصلاة تتقطع، القلب يتبلد، والدنيا تبهت في عينك. ثقتك بنفسك بتنهار وبتتحول من شخص واثق لحد بيستخبى من نفسه ومن الناس. الثمن غالي جدا، وساعات بتدفعه بحياتك أو حياة أهلك أو مستقبلك، وكل ده بيحصل وانت فاكر إنك في أمان. بس للأسف هنا تيجي أكبر غلطة ممكن أي شاب يوقع فيها. ما تقولش مش أنا. كتير بدأوا بنفس الفكرة، أنا مش زيهم، أنا فاهم أنا بعمل إيه، أنا هعرف أوقف في أي وقت، أنا مجرب مش مدمن. بس الحقيقة كل اللي وقع قبلك قال نفس الكلام. الفكرة إنك بتحس إنك أقوى من الأغراء، أقوى من الانزلاق، ودي حاجة كويسة، لكن الأخطر إنك تستهين بالبداية. ليه تدخل في حاجة وتقول هعرف أخرج؟ ما هو الأسهل إنك ما تدخلش من البداية، لأن في حاجات لما بتبدأها الرجوع منها بيكون صعب ومؤلم ومكلف. فما تقولش أنا مش زيهم، لأن للأسف كلهم قالوا كده وبيجوا زي بعض. بس الواقع علمهم ان البداية كانت اسهل بكتير من الرجوع. وهنا لازم نوقف عند الحقيقة اللي ناس كتير بتنساها، الطريق موجود والرجوع مش مستحيل. لو كنت بدأت فعلا، او لو كنت جربت، او لو لسه بتدخن او بتتعاطى، فاوعى تفتكر ان خلاص انت ضعت. الرجوع ممكن، بس محتاج شجاعة وصدق مع نفسك وإرادة حقيقية. في ناس بطلت وتغيرت وربنا سترها، بس كلهم بدأوا بخطوة قرار كفاية. ولو ما بدأتش لحد دلوقتي فاوعى تجرب. ما تسمعش الصوت بيقول لك جرب مرة أو اعرف بنفسك. اللي جرب بيتمنى يرجع لحظة البداية ويقول لا. فكلمتي ليك، مستقبلك وصحتك وقلبك وعلاقتك بربنا كل ده على المحك علشان السيجارة، علشان لحظة مزاج مؤقت. فاسأل نفسك سؤال بسيط، واللي حستفيده من السيجارة دي يستاهل اللي ممكن أخسره؟ في النهاية كل رحلة سقوط بدأت بخطوة صغيرة، كل رحلة نجاة بدأت بقرار. لا، اللي هتقولها النهاردة ممكن تكون سبب في إنك تحافظ على صحتك وتحمي قلبك وتحفظ مستقبلك وتثبت قدام ربك. مفيش حد بيكسب لما يجرب الحرام، لكن الكسبان الحقيقي هو اللي بيقدر يقول أنا مش محتاج ده ولا هجرب له. فاكر أول جملة قلناها؟ يا عم دي سجارة واحدة مش هتعمل حاجة. دلوقتي انت عارف انها هتعمل وهتفرق وبتفرق جو. فقبل ما توصل لطريق ما تعرفش ترجع منه، اسأل نفسك، هتبدأ ولا هتنجو؟ خلي بالك على نفسك يا صاحبي. وبس كده، ما تنساش تشير الفيديو، واشوفك قريب في حديث جديد من حديث تهمك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.